مرحبا، وصفتنا اليوم صاجية الدجاج بطريقة كثير سهلة وما ريح تاخذ وقت كثير حتى تتحضر، والطعم ما أطيق أوصفلكم هو، انتم جربوها وقولولي رأيكم بيها بالتعليقات. ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك حلو مثلكم. ويلا نبدأ. ريح نحتاج شوية زيت، نضيف علينه بصلتين مقطعة شرايح، نقلب البصل إلى أن يذبل وياخذ لون ذهبي. وبعد ما يذبل البصل وياخذ لون ذهبي نقلي الثوم. طبعا الثوم اختياري، تطيقون تستغنون عنه أو تستعملون بودرة الثوم. ريح نحتاج فصين أو 3 فصوص ثوم. نقلي الثوم بس ما نقلينه فترة طويلة. وأنا كنت نزلت فيديو قبل صاجية الدجاج بدون ثوم، إذا تحبون تشاهدونه ريح أخلي الرابط مالته بصندوق الوصف. وبعد ما قلينا البصل والثوم ريح نضيف علينه فلفلة ملونة مقطعة شرايح. طبعا أنا استخدمته فلفلة ملونة الحمراء والخضراء، وإذا تحبون تستخدمون نوع واحد أو تحطون سن واحد من الفلفلة الحادة، تنطي نكهة كثير طيبة للصاجية. وبعد ما قلينا كل المواد ريح نضيف الدجاج، وأسا نضيف صدغ الدجاج بعد ما نكون قطعناه على شكل شرايح، نضيفه بالتدريج ونوزعه بالتساوي. وطبعا نستمر بالتقليب إلى أن يتغير لون الدجاج ويستوي. وبعد ما يستوي صدغ الدجاج ريح نضيف الملح والبهارات، وريح نحتاج معلقة كوب ملح ومعلقة كوب باربيكا حلوة ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ونقلب البهارات كلش مليح حتى تتجانس الخلطة. وآخر شي ريح نضيف معلقتين دبس رمان. طبعا هاي الإضافة ريح تنطي نكهة كثير طيبة، جربوها وقولولي رأيكم بيها. وبعدين نتركها فد 10 دقايق إلى ربع ساعة وتصير جاهزة للتقديم. كملنا معاكم وصفتنا لليوم وإن شاء الله تعجبكم، وإذا جربتمها اكتبولي رأيكم بيها بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك حلو مثلكم.